طيب هو انا لو اديتك اختيار ما بين حاجتين وقلت لك يلا اختار حاجة منهم فانت اخترت، هل انت كده حر؟ موضوع الحرية ده صعب شوية، هو من اصعب الحاجات اللي احنا بنطلبها طول النهار واحنا اصلا مش عارفين نعملها ازاي. اغلبية الناس مش عارفة تميز ما بين الحرية الحقيقية وبين الحرية المقيدة لأسباب معينة، فساعات بتزيد بقى الأسباب دي وتفضل تزيد 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 لحد ما انت اصلا يبقى قدامكش غير حاجة واحدة فتختارها فاكر انك حر. انت اتضحك عليك، ضحك علينا جامد. الحرية نوعين، حرية مطلقة، احنا بنفكر، خد بالك احنا بنتكلم في التفكير، احنا بنتكلم اختار انهي جامعة. في حاجة اسمها الحرية المطلقة، ان مخي بيفكر بدون حدود. يمكن يا اخي انا هحب اطلع سباك، يمكن انا هحب اطلع كهربائي، ليه؟ مفيش حدود. أنا بحب الكهرباء وبحب السلوك وفاهم في الدوائر الكهربائية وهعمل الموضوع ده بطريقة ما حدش عملها قبلي. هل أنت تقدر تفكر فكرة زي كده لو أنت شاطر في الموضوع ده؟ ولا أنت محدد بإيه اللي هيقبله المجتمع وإيه اللي هيقبله الناس اللي حواليك ومليون حاجة تانية؟ فالفكرة اللي محتاج أقدمها لك، إحنا النهاردة بنختار أنهي جامعة أخشها، يعني أنهي عيشة أعيشها مدى الحياة. أنت في الأغلبية ما قدامكش غير اختيار، يا واحد يا اتنين. جايبهم منين دول؟ من المجتمع اللي فرضهم عليك، حسب بقى مستواك الاجتماعي ومستواك المادي وتخصصات أهلك وصحابك، وحسب انت عايز تتشاف ازاي في المجتمع. يعني كل الحاجات اللي قلناها دي ملهاش أي علاقة خالص بإيه مهارتك وإيه موهبتك وانت تحب تعيش ازاي. ما جبناش سيرة الكلام ده خالص، لأن احنا أصلاً بنفكر بالحرية المقيدة وفاكرين ان احنا أحرار. حبيبي، علشان تبقى حر انت لازم تفكر بالحرية المطلقة الأول وتفضل تقيد فيها بما يتناسب مع عاداتك وتقاليدك ومجتمعك والناس اللي حواليك، فتوصل لحاجة تبقى انت فعلا عايزها واخترتها بحريتك وبمخك. الحرية في الدماغ. أغلبية الناس اللي بتتكلم في الحرية هم يقصدوا حاجات تنفيذية زي ألبس إيه، أخرج إيه، أروح فين، مين أصحابي، أرجع إمتى، أسهر إمتى. دي حاجات يعني تافهة جدا، حاجات يعني سطحية جدا. ولو قلنا إن دي الحرية يبقى إحنا يعني أسأنا للحرية، إحنا بنضحك على نفسنا. حبيبي، كل الحاجات اللي انت بتقولها دي هتيجي نتاج طبيعي لان مخك حر. انت لو مخك حر مش هيبقى عندك مشكلة في اي حاجة عملية بسيطة حياتية اجرائية، كل ده كلام فاضي. لو مخنا حر يبقى لازم الاول نفكر بدون قيود في واسع الدنيا الواسعة الكبيرة قد كده اهو. انا مهاراتي ايه ومواهبي ايه وايه اللي ممكن اعمله بالحاجات اللي عندي دي ادخل بيها فلوس واعيش سعيد في نفس الوقت. لو انت فكرت في ده، المشكلة بتيجي فين بقى؟ لا والله ده انا بحب ارسم، لا انا اهلي لا يمكن يوافقوا على الرسم، يلا طلع رسم بره. طب انا بحب ارسم، حل التاني فنون جميلة، مجموعي ما يجيبش فنون جميلة، طلع فنون جميلة بره. طب انا بحب ارسم، لا انا كده ما عنديش حلول، خلاص يبقى انا هنقل على نمرة 2. حبيبي انت ما فكرتش في الموضوع، احنا ما فكرناش في الموضوع خالص على فكرة. انت من الاول قلت ده اهلي مش هيوافقوا عليه وده مجموعي مش هيجيبه. دي حرية مقيدة، يعني انت بتفكر في ليه لا. طب عين الحرية انك تفكر في ليه مش ليه لا. الاول ليه واوسع في ليه دي قد كده، وبعدين افضل اشوف اللا لحد ما انزل لايه، لحاجة ينفع تتعمل. فمفهوم الحرية ده مهم قوي، ان مخك يبقى حر قبل ما تاخد قرارات مهمة.